ناس كتير فاكرة إن ضغط الدم بيتظبط بالدواء وبس، بس المفاجأة إن في 10 عادات لو عملتها يومياً هتحميك من الضغط كأنك واخد دواء طبيعي من غير أي آثار جانبية. معانا النهاردة الدكتورة يسر الشافعي، استشارية القلب والضغط. يا دكتور، نبدأ مع بعض رحلة العادات الذهبية؟ وقبل ما نبتدي أحب أفكركم تعملوا اشتراك في القناة وتكملوا معانا لآخر الحلقة، لأن في النهاية هنقول إزاي العادات دي فعلاً ممكن تغير حياتكم للأبد. العادة الأولى: قلل الملح. أول عادة يا دكتور، الملح أكبر عدو. منظمة الصحة بتقول المسموح 5 جرام يومياً، يعني معلقة صغيرة. شفت مريض كان بيحب المخللات جداً، ولما قللها وبدأ يستخدم أعشاب وليمون بدل الملح ضغطه اتحسن في شهر. العادة التانية: البوتاسيوم. إيه علاقته يا دكتور؟ البوتاسيوم بيوازن الصوديوم، موجود في الموز، البطاطا، السبانخ، الرمان. مرة واحدة يومياً من الحاجات دي كفيلة تنزل الضغط أرقام حقيقية. العادة التالتة: الوزن الصحي. يعني الوزن بيفرق بجد؟ جداً. كل كيلو زيادة بيرفع الضغط. عندي مريض خسر 5 كيلو وضغطه نزل من 160 على 100 ل 140 على 90 من غير ما نزود الدواء. العادة الرابعة: المشي 30 دقيقة. المشي هو الدواء اللي ببلاش، نص ساعة يومياً كافية، مش لازم جيم. واحدة من مريضاتي بدأت تنزل السلم بدل الأسانسير، وبعد 6 أسابيع ضغطها اتحسن بشكل واضح. العادة الخامسة: النوم الكافي. إيه علاقة النوم بالضغط؟ النوم القليل أقل من 6 ساعات بيرفع الضغط. الجسم محتاج يرتاح علشان يعيد التوازن. في جلسة علاجية اتفقت مع مريض إنه ينام في نفس الميعاد يومياً، وبعد أسبوعين الضغط استقر. العادة السادسة: قلل الكافيين. كوبايتين قهوة في اليوم كفاية. واحدة كانت بتشرب 5 أكواب نسكافيه، ولما قللتهم ل2 بس ضغطها نزل بشكل ملحوظ. العادة السابعة: ودع التدخين. ده قرار صعب لبعض الناس، صح، بس كل سيجارة بتضيق الشرايين وتزود الضغط فوراً. مريضة عندي أول ما بطل بعد 3 شهور قلبه ونفسه اتحسنوا وضغطه بقى شبه طبيعي. العادة الثامنة: سيطر على التوتر. التوتر عدو خفي. ممارسة بسيطة: خد نفس عميق من الأنف 4 ثواني، احبسه 2 ثواني، طلعه ببطء من الفم. كررها 5 مرات. في العيادة المريض بيقيس الضغط قبل وبعد التمرين، وبنلاقي الأرقام فعلاً نزلت. العادة التاسعة: الأكل الصحي. يعني اتباع نظام زي داش دايت، خضار، فواكه، بروتين صحي. مريضة بدلت الخبز الأبيض بخبز أسمر، قللت الحلويات، وبعد 3 شهور الضغط والدهون اتحسنوا. العادة العاشرة: راقب ضغطك. يعني لازم جهاز في البيت يا دكتور؟ أيوة، ويكون جهاز معتمد. القياس مرتين في اليوم، الصبح وبالليل، يديكي صورة واقعية. واحدة من مريضاتي اكتشفت إنها بتتوتر وقت بعيادة، لكن في البيت أرقامها طبيعية، وده أنقذها من علاج زيادة. العادات دي مش رفاهية، دي سر إن الضغط يفضل طبيعي من غير مضاعفات. الدواء مهم، بس أسلوب حياتك هو الأساس. نورتينا دكتور يسر. أعمل لايك للحلقة وشاركها مع أي حد تعرفه بيعاني من الضغط، واشترك في القناة علشان تستنى حلقتنا الجاية اللي هنتكلم فيها عن أنواع أدوية الضغط وإمتى المريض لازم يبدأ بيها.